ربما تكون مشاركة منتخب المغرب في مونديال 94 مشاركة فقيرة رقميا، بس اللي شاف منتخب المغرب وقتها هيفتكر لقطات كتير للمنتخب اجتهد في حدود المتاح لكنه لم يوفق. بعد الفشل في أفريقيا 92 في السنغال والخروج من الدور الأول بعد الخسارة من الكاميرون 0-1 والتعادل مع زئير 1-1، قرر الاتحاد المغربي الاستغناء عن خدمات المدرب الألماني أولك فيرنر ده اللي كان مدرب الزمالك سنة 96 وكسب معاهم أفريقيا وقتها. تولى قيادة منتخب المغرب بعد البطولة المدرب المغربي عبد الخالق اللوزاني، مدرب فريق الكوكب المراكشي اللي كسب الدوري المغربي سنة 92 وقبلها كسب كاس العرش 91 عشان يقود الفريق في تصفيات كاس أفريقيا وتصفيات كاس العالم 94. لكن بداية تصفيات أفريقيا ما كانتش كويسة، الخسارة من مالي في مالي 1-2، لكن بعد أسبوع كسبوا أثيوبيا بكل أريحية. الماتش ده ما انتهاش، اللي حصل المغرب كانت متقدمة 5-0 لحد الدقيقة 51، فالفريق الأثيوبي بدأوا يقعوا في الملعب عشان ينهوا المباراة بشكل قانوني، والحكم الجزائري رشيد مجيبة أنهى المباراة بفوز المغرب. اللوزاني كان مدرب صارم بالنسبة لخططه وتكتيك اللعب، والصرامة دي عملت مشاكل كتير. مثلا لما جه ماتش تونس في استاد المنزه لعب اللوزاني من غير رشيد داودي وعبد المجيد بويبوز نجوم فريق الوداد كان بطل افريقيا 92 قبل الماتش ده باسبوع، ولان الماتش كان مهم جدا لان تونس هما المنافس الوحيد للمغرب في المجموعة دي على صدارتها، فكان الموقف غريب جدا، خصوصا ان داودي هو اللي كسب المغرب ماتش بنين بره. اللوزاني اضطر ينزل بويبوز، وبويبوز هو اللي سجل التعادل في اخر 5 دقايق عشان يحتفظ للمغرب بالصدارة. مع بداية السنة الجديدة كملت المغرب انتصاراتها لحد ما قابلت تونس في المركب محمد الخامس في الدار البيضاء والمغرب في الصدارة، فالتعادل في صالح المغرب. المغرب كانت مسيطرة على الماتش وما سمحتش لتونس انها تصنع فرص خطيرة، وانهت المباراة بالتعادل السلبي اللي اهل المغرب للدور الثاني. وقعت المغرب في مجموعة مع زامبيا والسنغال، الاول منهم بس هيتأهل لكأس العالم. اللوزاني كمان كان واضح انه استقر خلاص على خليفة بادو الزاكي حارس المغرب المعتزل بعد افريقيا 92. جرب مصطفى عشاب حارس الوداد وعبد القادر البرازي حارس الجيش الملكي، لكنه كان واضح انه قرر يعتمد على خليل العزمي كحارس اساسي للمنتخب، والفريق كان ماشي كويس في تصفيات كاس العالم. الناحية التانية في تصفيات كاس الامم الفريق بقى ما كانش ماشي كويس بنفس المستوى، خسر من مالي اول ماتش زي ما قلنا، وبعد كده تعادل مع منتخب مصر في الدار البيضاء 0-0 في مباراة كانت مصر اقرب فيها للتهديد، وظهر فريق المغرب بعيد عن مستواه بشكل يمكن فاجئ المصريين نفسهم. بعد كده خسر الفريق من ملاوي في الرباط 0-1 بجول في اخر دقيقة وبعد خالص عن المنافسة. الفريق بعدها بدأ الدور الثاني لتصفيات كاس العالم، قبلها كانت عقدت جلسة بيقال انه حضرها ملك المغرب الملك الحسن الثاني بنفسه للصلح بين رشيد داودي واللوزاني، وبدأ الفريق الدور النهائي بالفوز على السنغال 1-0 في المغرب بهدف محمد شرش. في يونيو 93 كان الفريق فاضله في افريقيا ماتشين برا ارضه والفريق بيحتل المركز الثالث، فقرر الاتحاد المغربي لعب المباراتين دول بالفريق الثاني وتفرغ الفريق الاول لتصفيات كاس العالم مع عبد الخالق اللوزاني، والفريق الثاني ده هيتولاه المدرب المغربي عبد الله بليندا. في شهر يوليو 93 خسرت المغرب من زامبيا في لوساكا 1-2، ودي كانت اول مباراة لزامبيا بعد حادثة الطيارة، فالوضع كان حماسي رغم تقدم رشيد داودي الا ان زامبيا قدرت تكسب. الناحية التانية لعب فريق عبد الله بليندا ماتش حلو قوي بفريق التاني ضد مصر في اسكندرية، وتقدم على منتخب مصر بهدف عبد السلام لاجريسي وتعادل منتخب مصر، ونقطة التعادل دي هتدي الامل للفريق في التأهل لو كسبوا ملاوي في ملاوي. كسبت المغرب ملاوي 2-0، لكن نتيجة ماتش مالي ومصر اللي خلصت 2-1 لمالي ما خدمتهاش وخرجت المغرب من التصفيات.
بس فوز المغرب ده هو اللي أهل مصر أفريقيا. المغرب كانت محتاجة جول كمان عشان تتأهل. قبلها كانت المغرب مع اللوزاني كسبت السنغال 3-1 في دكار عشان تكمل المنافسة بقوة في تصفيات كأس العالم وتلعب الماتش الأخير مع زامبيا والمكسب يأهلها لكأس العالم. لكن مع عودة الفريق من دكار كان قرار الاتحاد المغربي بإقالة عبد الخالق اللوزاني وتكليف عبد الله بليندا بتكملة المشوار مع مباراة زامبيا. اللوزاني ورغم صدماته كتير مع الجمهور ومع اللعيبة ومع الاتحاد المغربي إلا إنه وصل الفريق لمرحلة مفيش أي مدرب مغربي وصلها في تصفيات كأس العالم. كسب المنتخب المغربي ماتش زامبيا بجول عبد السلام الجريسي اللي بليندا كان وراه ضمه للفريق في الماتش المهم ده، وقدر الفريق يتأهل لكأس العالم لثالث مرة في تاريخ المغرب. المغرب لعبت 7 مباريات ودية قبل المونديال كلهم مع فرق ما تأهلتش لكأس العالم باستثناء ماتش الأرجنتين اللي خسرها الفريق 1-3 وكسب ماتشين بس من ال7 على سلوفاكيا وعلى لوكسمبورغ. وفي المونديال خسر الفريق ال3 مباريات ضد بلجيكا 0-1 والسعودية 1-2 وهولندا 1-2 وخرج ب0 من النقط، ودي كانت أقل مشاركة للمغرب في تاريخ كأس العالم كله. خليل عزمي اللي راهن عليه اللوزاني وبعده بليندا كحارس مرمى أساسي للمنتخب بعد اعتزال بادو الزاكي، للأسف عزمي ارتكب خطأين في أول ماتشين ضد بلجيكا والسعودية تسببوا في دخول أهداف خسرت الفريق المباراتين، وعزمي حتى ملعبش تالت ماتش. وبعد المونديال ساب فريق الوداد وراح لعب في أمريكا، وانتهت علاقته بالكرة المغربية بعد الانتقادات الكتير من الجمهور والإعلام المغربي. كان في نجم صاعد خطف الأنظار في مونديال 94 هو مصطفى حجي كان بيلعب في فريق نانسي في فرنسا ومحدش يعرفه في المغرب، لكن بليندا هو اللي اختاره ولعب أساسي في مباراة زامبيا في التصفيات. بعدها لعب بعض المباريات الودية وبدأ ماتش بلجيكا كأساسي، والمباراتين التانيين نزل الشوط التاني وعمل اسيست حلو قوي للجول اللي سجلته المغرب في هولندا. هدف هولندا اللي سجله كان المهاجم حسن ناظر اشترك مع المنتخب في اكتر من مناسبة من سنة 87 بس كلها مباريات متفرقة. بليندا اخده مع المونديال برغم انه منعش في التصفيات الا مرة واحدة بس، وسجل ناظر هدف في هولندا في المباراة الوحيدة اللي لعبها في المونديال. انما طبعا اكبر علامات المغرب خلال المونديال ده في رأيي كانت احمد بهجة كان لاعب فريق كوكب المراكشي في الدوري المغربي، ملعبش اي ماتش في التصفيات لكن عبد الله بليندا اقتنع بيه وضمه لقائمة المونديال. نزل اخر 20 دقيقة في ماتش بلجيكا ولعب 90 دقيقة ضد السعودية وهولندا وقدم خلالهم اداء فني عالي جدا، وخصوصا هدف السعودية اللي رقص فيه المدافعين واداها لمحمد شاوش جوه الجول عشان يحطها. بالارقام مشاركة المغرب في مونديال 94 كانت فقيرة جدا، بس اللي اتفرج على المباريات هيفتكر لقطات ولمحات حلوة لمنتخب اجتهد في حدود المتاح وحاول يقدم مباريات جيدة لكنه لم يوفق.